اسمه صفة؟ سعيد الكحل. أستاذ سعيد، الصفة ديالك أستاذ سعيد؟ سائق مهني. أستاذ، اليوم تواجدنا اليوم في معرض تاكسي اكسبو، بغيناك تعطينا تقييم حول المعرض وكذلك نطرقوا للمشاكل ديال القطاع ديال سيارة الأجرة. هو بصراحة الأمر الفكرة ديال المعرض فكرة رائعة، يعني كونها أنها جديدة وكونها أنها سابقة لأوانها، فهذا شيء يعني يحفز على مجموعة من التشجيعات، لا سيما أن قطاع التاكسي يعني كيدخل في إطار حظيرة التجديد، فنحن كلنا نطمح إلى ما ينبغي أن يكون، نطمح إلى التجديد، ما أحوجنا إلى التجديد، وخصوصا مثلا ملي كيتعلق الامر بتغيير واحد الاسطول اللي اكل عليه الدهر وشرب، بحال مثلا هو البدايه كانت صعيبه، هو ديما البدايه صعيبه. فمثلا الا خديتي معايا قطاع سياره الاجره، هذيك المرسيدس 240 في الاول لو ان الامور اتخذت بجديه ما كانتش خصها تقبل انها تدخل لانها قديمه. واش كيف يعقل ان طوموبيل ضربت 24 عام في المانيا، ضربت 24 في المانيا، ركب فيها السيد وسلم منها، وعاد باش غادي نجيبوها للمغرب باش نعطيوها حنا للمواطن المغربي ونهزوا فيها 6 الناس؟ اما لا يمكن. فلا بد هنا من واحد الالتفاته للمواطن المغربي، المواطن المغربي لا سيما اننا في ثقافتنا الشعبيه وفي الموروث الثقافي ديالنا حنا ما كيخفاش عندنا الواقع المغربي. فالسته في تاكسي بيض، فلا يعقل، لا يعقل انهم يتموا غاديين، وخصوصا انهم يتموا غاديين مثلا واحد المسافه طويله غادي مسافر بهم جديده. فمن هنا الا خديتي معايا مثلا المساله ديال حزام السلامه، حزام السلامه طبق وتشرع داخل المدار الحضاري، ولكن كان استثناء بالنسبه للطاكسي. علاش؟ لان احنا الحمد لله مجتمع اسلامي، منظومه الاخلاق الفاضله الحمد لله راه متفشيه بواحد الشكل كبير، والحمد لله انا يعني ماشي من ثقافتنا اننا مثلا حتى في اطار الاختلاط ملي كنطلعوا في عائله طاكسي واحد راه كنوليو عائله وحده، فلا بد من شويه الاحترام ملي كيوقع مثلا الاختلاط ما بين الرجال والنساء في طاكسي، فلا يعقل انك غادي تربطهم بحزام السلام. فمن هنا كان المنظور الى تجديد القطيعه ديال الحظيره ديال الطاكسي، كان لابد منه، يعني امر لابد منه. لماذا؟ لانه اولا يدخل في اطار كرامه المواطن، ملي غادي يطلع معايا مواطن وغادي يشد الكرسي ديالو راه كيحس بواحد الراحه نفسانيه، حتى لا غادي العمل ديالو غادي يمشي للعمل ديالو هو في ظروف نفسانيه، هذا ماشي بحال غادي لابس الحوايج جداد وملي غادي يطلع للطاكسي غادي يعمر بلا كريس ولا هذا، ما يمكنش. فاحنا يعني مع التجديد وكنحفزوا التجديد، وحبذا لو ان هذه المساله هذه تعطي واحد الثمار كبيره على المدى القريب، على المدى المتوسط، على المدى البعيد ان شاء الله. بالنسبه للمعروضات اليوم استاذ، هي في المستوى؟ بالنسبه للمعروضات اليوم كتعرفي كما قلت لك دابا هو المعرض في حد ذاته سابقه لاوانها، هما كما كيقولوا الناس ديال الفرنسيه كيقول لك لو ديفيسيل دي شوز سي لو كومونسمون، بمعنى ان البدايه دائما كتكون فيها عراقيل وكتكون فيها صعوبات وكتكون واعره. فهذا المعرض هذا يعني احنا غادي نحاولوا نحفزوه ونحاولوا نشجعوا عليه بهذه المرتقيات ديال شركات الانتاج، ديال شركات التمويل، ديال شركات التامين. يعني مناسبه ان الحضور ديال المهنيين كيتلاقاو، كاينه طاقات خصها تخرج لحيز الوجود، كاينه مقترحات خصها تناقش، ما احوجنا لهذه الندوات كنتبادلوا فيها اطراف الحديث، المجال ديال الاستفاده كيبقى مفتوح كما كيقول لك وقل ربي زدني علما. كتقدر تكون عندي انا فكره كنتسمع الاخ الكريم كيقول فكره، كنطور الفكره اللي عندي وانسي دو سويت. الاستاذ بصفتك اليوم كسائق مهني، الرساله اللي توجهها لهم المهنيين؟ هو الرساله بصراحه اللي توجه للمهنيين هو انه الانسان يكون مثلا يكون زوين. علاش؟ لان الا خدينا مثلا الجانب ديال تغيير حظيره حظيره التاكسي غادي تشوف من واحد الجانب ايكولوجي انها كتدخل في اطار المحافظه على البيئه. وحنا الا خديتي مثلا في اطار محافظه على البيئه فالانسان ابن بيئته، والمثل كيقول لك كن جميلا ترى الوجود جميلا. فإذا انطلقنا غير من هذا المنطلق هذا ديال اننا نكونوا زوينين سنرى الوجود جميلا، وكل ما حولنا ان شاء الله يكون جميل.